يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وتعالوا بينا ندخل كده على الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش مرتبه التصوير خالص، بس يعني جالي كده كومنت على الفيديو الاخراني شجعني قوي 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 وخلاني ان انا اعمل الفيديو ده. بصوا بقى، تعالوا كده مع بعض. انا طبعا عملت معاكم الطماطم دي قبل كده كتير، فهتلاقوها في فيديوهات على القناة، وهي سهلة جدا. بنغسل الطماطم كويس وبنقطعها، بنقسمها نصين وبنحطها على البوتاجاز بربع كوباية مية مهما كانت الكمية، وبنسيبها لحد ما تتسلق وتمرط كده خالص وتبقى يعني قليلة. بس وبعدين بنبتدي ان احنا نطحنها وبنصفيها. طبعا انا عارفه ان انا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس زي ما انتم سامعين صوتي انا عايزه اقول لكم بجد انا النهارده يعتبر ان انا في احسن حاله. كان عندي زي تضخم في زوري كده، والتهاب في الشعب. التهاب لسه مكمل معايا. بجد بيجي عليا بالليل، ببقى بأمانة مش قادرة ان انا اتنفس، فما كنتش قادرة بصراحة ولا اصور ولا يعني. الفيديو ده كان كمان عندي من قبل ما اتعب، وكنت مصوره لكم فيديو تاني برضه هينزل. بصوا، انا بطحن الطماطم كده من غير ولا اي حاجه، ولا بضيف لها نقطه ميه. بصوا زي ما انتم شايفين، باخد من الحله في الكبه وبطحنها وبصفيها، وهكذا شغال على كده. بصوا يا جماعه، الطماطم دي بتقعد عندكم في التلاجة بجد اسمها المنقذ، زيها زي البانيه كده في التلاجة. يعني بأمانة بتلحقني. طماطم غالية، طماطم خلصت من اللي هي الفريش عندي، خلصت من التلاجة، هي اللي بتلحقني بصراحة. بروح مطلعها، وكمان بتبقى تقيلة وحمرا. عايزة اقولك هي لونها مش باين بسبب الليد اللي شغال ده. بس فبتصفوها كده زي ما انتم شايفين في مصفى تكون ضيقة، وبتعبوها في اكياس وبتحطوها في الفريزر. دي طبعا اخر الكمية. بصوا مش لازقة ولا اي حاجة، انا كنت بوريكم عشان بس لا تكونوا مفكرين انتوا مش هتحطوا مية فهي هتلزق، لا. كمان في حلقة ألمونيا مش تيفال، فما تقلقوش خالص. ودي احسن طريقة بجد يعني، هتشوفوها. بنقلب كده زي ما انتوا شايفين. انا مسرعة الفيديو قوي عشان بس الوقت كان طويل، فزهقت بقى. قلت بقى ان انا هي اروق على نفسي، وشرب الساقع ده هو اللي جاب لي يا جماعة عشان بس تبقوا فاهمين. هنا خلصت الكمية كلها اهي. بوريكم الطفل اللي طلع، طفل كتير جدا. عايزه اقول لكم طماطم تقيله قوي وريحتها حلوه. لو حابه ان انت تضيفي لها رشه سكر صغننه وهي بتتسلق مفيش مشاكل. جبت اكياس التلاجة بقى كده وابتدي اعبي. طيب لو احنا جايبين طماطم ومثلا خضرة، امسكي شريحة من البنجر وحطيها معاها، هتخلي لونها احمر وحلو جدا. بس ما تنسيش لما انت تيجي تعصري تشيليها. يعني حطيتي شريحة اتنين تلاتة، تبقي عداهم وتطلعيهم قبل ما تعصري، علشان لو اتعصروا معاه بحس ان هما طعم الطماطم بيختلف كده، لان انتوا عارفين البنجر بيبقى مسكر، بس بعد ما بتسلي مش هيبقى مسكر على فكرة، عشان بس تبقوا عارفين. معلش اعذروني لو بنهج لاني بجد مش قادرة اتكلم. بصوا، انا بجيب اكياس التلاجة وببططها كده وبطلع منها الهواء، وزي ما وريتكم كده، وبخليها ان هي تبقى نايمة، لاني بنيمها في الديب فريزر عشان ما تاخدش وقت. يعني ما شاء الله الكمية دي، دول كانوا 6 كيلو، لا يا ربي 5 كيلو للأمانة يعني، وعملوا لي كمية محترمة. أنا باخد 3 كوبشات في المتوسط يعني، من الطماطم لأنها تقيلة. لو مثلا هعمل كيس مكرونة، مثلا هعمل طبقين خضار ليا أنا وجوزي كده. انما انت بقى هتعملي مثلا محشي او اي حاجه بتاخدي كيسين، خلي بالكوا لانها بتبقى تقيله وبتعمل معاكوا كتير. هنا بوريكوا الكميه اللي عملها، وهروح بقى ان انا احطها في الفريزر وهشوف ايه اللي ورايا.
دخلت بقى الغسالة كانت خلصت، طلعت بقى الغسيل زي ما انتم شايفين كده. انا عارفه ان من ارخم الحاجات اللي بالنسبه لنا زي المواعين والغسيل، فانا بحط لكم المقطعين دول بالذات عشان خاطر تتشجعوا. تمام. بس هناخدهم بقى ايه ونروح البلكونه. شايفين الهوا كان قوي اوي اليوم ده، وانا كنت كمان غاسله شعري، ف شعري بيفضل مبلول فترة كبيرة حتى لو نشفته بسشوار كتير. بصوا شايفين الهوا، شايفين القمر جميل ازاي. انا يا جماعة بعشق الشتاء، بعشقه بجد. بالرغم ان انا بقضي زي ما انتوا سامعين صوتي كده تعبانة، بس حقيقي ببقى مبسوطة بيه قوي قوي وببقى مرتاحة. مش عارفة، ببقى حاسة براحة نفسية. هو بيبقى في فصل الاكتئاب شوية، نكد شوية بس حقيقي ببقى مبسوطة قوي بيه بجد. طبعا بقى ببتدي ان انا انشر كده بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، من الخلف للامام، علشان خاطر بحسها بتسهل عليا قوي قوي بصراحة. جربوها هتعجبكم وهتشوفوا وقولوا لي رأيكم. عايزة اقول لكم الغسالة في الشتاء يعني بتشيل كميات قليلة جدا جدا من الغسيل. يعني بالظبط هيبقى قدامكم 3 رنجات و اسمه ايه ده، وبنطلونين لجوزي وسويتشرتين، يعني بالظبط غيارين. فانا يعني مش عارفة ايه ده بصراحة. بس ودي شنطة كنت غسلاها بتاعتي وغالية عليا قوي، من عندي من وانا في اعدادي. دخلت بقى هنا كده علشان خاطر احضر الغدا. ده نص كيلو كفتة، سوري، نص كيلو لحمة مفرومة، وانا عملت كفتة اللي هي كفتة السلطان او كفتة الباشا او كفتة داود باشا، فعشان في ناس كتير بتسميها اسماء مختلفة. ابتديت ان انا اكورها كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا الطريقة دي ياما ناس اختلفت عليها، وياما ناس عملتها بطريقة غير الطريقة المعتادة. في ناس بتحط لها رشة دقيق كده وتحمرها في الزيت. في ناس بتشوحها في سمنة. يعني بصوا كذا طريقة. انا بقى بحب ان انا احطها في الفرن، حتى كمان حماتي بتعملها بنفس الطريقة. بنحطها في الفرن تستوي على مهلها، ونحطها في طشة التومة بس فقط، لان في ناس بتعملها ببصلة. بصراحة البصلة طعمها مش بيبقى حلو خالص، ويعني ما حبيناهوش لاني دقته عند حد ما عجبتنيش. ما كنتش قادرة اعمل اكل وبصراحة استسهلتها قوي، وكمان اكلة مغذية ومفيدة وهتعجبكم قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت احط في الصينية ومليتها كلها، وابتديت ان انا الزق جنب بعض لانها بتكش. لان انتوا عارفين اللحمة بتاعة الكفتة بيبقى فيها مادة دهنية كبيرة، علشان خاطر تبقى طعمها حلو يعني وكده. هقولكوا البهارات بتاعتها: بهارات لحمة، ملح وفلفل، رشة كزبرة، رشة بيكنج باودر، حبة من البصل، حباية واحدة. بس ولو حابة تضيفي لها معلقة صلصة مفيش مشاكل عشان تديها طراوة. معلقة مايونيز، انا كنت حاطة يوميها معلقة صلصة، ورشة يعني رشة صغيرة كده من الكاتشب. بس دخلتها الفرن، وكمان هعمل جنبها بطاطس. انا كنت جهزت الطشة وكنت مفكرة الموبايل بيسجل، بس ما كانش بيسجل. كانت مظاهر التعب ابتدت تبان عليا بقى. بصوا هنا دي طشة الطومة بعد ما غلت جامد قوي زي ما انتوا شايفين ونشفت. دي من الطماطم اللي احنا عاملينها في اول الفيديو. بصوا لونها احمر ازاي وجميل. هحط دي بطاطساية واحدة كبيرة
او بطاطسيتين صغيرين وبتقلبيهم. بجد من الاكلات المنجزه واللي بتلحقني دايما. هنا بعد ما غلت غلوه واحده والكفته كانت استوت، شايفين البهاريز اللي نازله منها؟ فضيتها بيها. كان نفسي اوريكم الشكل النهائي بس حقيقي اختي كانت عندي وجوزي جه من الشغل وكنا جعانين جدا، فحبيت ان انا اكلنا بسرعه، وكمان كان الجو برد. بس فجربوها بالطريقه دي ويا رب تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.